قادرة للهم أفوق يا عمدة يلي مكانك فاضي كلام كتير في الزور مخنوق لا أنا قادرة أشوفك وأحكي لك ولا قادرة بالهم أفوق يا عمدة يلي مكانك فاضي. عايزة اشكيلك من بهلول صبي حسان انه جرى شاي داير وطايح في المخاليل والحاج ضايع ولا ياشي يا عمدة يلي مكانك فاضي يا عمدة يلي مكانك فاضي كلام كتير في الزور مخنوق لا انا قادرة اشوفك واحكي لك عايزين برضه نرجع. اتفضلي. ان دي من الحاني ومن كلمات الشاعر الاستاذ عباس سيد عباس اللي هو يبقى خاله عبد الرحيم منصور الشاعر الغنائي. وانا اخترت الاغنيه دي لانها فيها معاني كتير قوي بتمثل الواقع اللي احنا بنعيشه. مش دي الاغنيه الوحيده من الحان حضرتك واحنا عارفين ان انت برضه بتكتبي كلمات والحان. ده انت عندك بقى معلومات عني جامده قوي. لازم. هل دي برضه نتاج تكوين الاسره الفنيه لحضرتك الشيخ ابو العلا محمد كده حضرتك اللي هو اكتشف كوكب الشرق ام كلثوم لاي مدى اثرت في تكوينك الفني؟ هو طبعا انا يعني اتاثرت بجدي بطريق اندايركت يعني طريق غير مباشر. يعني انا طبعا هو جدي توفى والدتي كانت صغيره جدا يعني يمكن 7-8 سنين لكن انا عرفت فن جدي عن طريق امي. امي على فكره كانت بتغني صوتها حلو بس ما كانتش مطربه لان العيله يعني يعني محافظه شويه انت عارف من الصعيد بقى وكده. فلكن انا في تناسخ ارواح بيني وبينه. يعني انا اكتشفت التلحين عملت اول لحن ليا كان اسمه حبك علمني كان موجوده على اليوتيوب كانت تصوير التلفزيون وكانت الحاني وكلمات جمال السيد واخراج استاذ يحيى زكريا. وبعد كده لقيت ان يعني الناس يعني بتحب الحاني طبعا ده كان لون خفيف. فبدات بعد ما رجعت من المانيا لان طبعا كان فتره انقطاع لان فنان بليغ حمدي لما توفى ما كانش الفن ملائم قوي انه يبقى يعني كان يعني في شبابيه وكده. فانا هاجرت فلما رجعت تاني عملت الحان بقى على مستوى تاني وبعدين دلوقتي بستعد كمان انزل اول البوم شعري ليا اسمه اميره الفؤاد. طيب هنسمع من حضرتك حاجه لمكتشفك الشيخ سيد مكاوي بصوت حضرتك لايف لان الناس عايزه وهنختم بالاغنيه دي علشان دي اخر وقت فقرتنا. بشكرك شكرا جزيلا وهنختم بصوت حضرتك الراحل سيد مكاوي من اختيارك. اوكي اتفضل. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قلوب الحب معايا وتعب الشوق وياك ما تسيبنيش انا وحدي